السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة تاعنا هذا اليوم تارتولات بالشيكولا. نمروا في مقادير العجينة. أنا هنا خديت 250 غرام مارغرين، زيدوا عليها كاس ربع سكر غلاس لافاني، نزيدو حبة بيض كاملة زائد صفر وخلطي المكونات مع بعضها حتى يتجانس الخليط، يرجع الخليط كريمي. هنايا زدنا 2 مقارف مايزينا، نزيدو نخلطوه مليح. وهنايا بعد ما خلطته مليح نزيد 3 كيسان فرينة دفعة واحدة، نزيدو عليهم ربع ملعقة صغيرة كمية كيميائية، نحو كاس هذا الرابع نخلوه نزيدوه مع الأخير ونخلطوه. وهنا بعد ما رجعت عجينة أنا دات لي 3 كيسان. هنايا على حساب البيض تاعك. جات عجينة طرية هكذايا متلاصقش في اليد. ناخذ دوك الليمون تاوعنا. أنا هنايا خديت هاد الليمون، انتي الليمون اللي عندك ديريه. هنا ناخذو شوية من العجين نكورو هكذايا، نبسطوها شوية هكذايا ونديروها في المول. وهنايا بعد ما سكرتها تسقميها مليح، كملي كامل نفس الكمية، تكمليها كامل نفس الطريقة. وهنايا بعد ما كملتهم ناخذ هكذا فرشيطة نثقبهم كامل هكذايا بنفس الطريقة. هنا راني استفتهم في البلا، نديروهم يطيبوا في الكوشة. وهنايا بعد ما طابوا أنا هنايا عطاتني 30 حبة. من جهة أخرى أنا خديت الشيكولا نديروها في حمام مائي. هنايا هاي ذابت، نزيدو عليها مغرف زيت ونحركو مليح. هنايا في كل 200 غرام شيكولا ديري مغرف زيت. هنايا شوفي كي خلطناها مليح كيفاش ولا القوام تاعها. هنايا نديرو هنايا شويه جوز هكذايا مطحونه خشين، وزيدي شويه هكذا توفيه، وعمرين في الطريقة كامل. وهنايا بعد ما عمرناهم نزيدو شوية شيكولا، عمروها مليح. وهنايا بعد ما عمرناهم ناخذو حبات جوز ونزينو بيهم.
هذايا حتى تكملي كامل الحبات. وهنا رانا كملنا لهم التزيين. شوفي كيفاش جاو. جات بنينة وعطاتنا كمية لاباس بيها. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. وبهذه الطريقة وصلنا لنهاية الفيديو. نتلاقى بوصفة أخرى إن شاء الله.